زي ما اتفقنا، خليك مع عبد الحميد هيرجع لك القديم جديد. ومع عبد الحميد مفيش مستحيل واي حاجه لها تعديل. ده ارم ريست بتاع اللي هو مسند الايد يعني. بت- ده بتاع E36 بادئ من 91 لحد 98. تمام. ده جلد طبيعي اوريجينال، وكلمه جلد طبيعي في E36 اللي هو ال 25 يعني العربيه الكامله. ده في تشققات، طبيعي ان احنا بنشيل الجلد ونكسيه، بس مش هيطلع بقى بنفس الجلد الاصلي الاوريجينال. طبعا زي ما بقول لكم، التشقيق البسيط ده ما بيكونش في الجلد، بيكون في البوهية اللي هي الاوريجينال اللي معمول بيها الدباغة الاول. ودي الطريقة عشان كل الناس تستفيد وكل الناس تاخد بالها ان في حالات اول ما الجلد يشقق منك بسيط كده، بسرعة لازم تشيل الدرجة اللي شققت دي، عشان لو صبرت عليه شوية يتقطع. تمام. فالجلد طلع طري زي ما انتم شايفين اهو. انا هوريكم في الاخر ازاي احنا هنوصل لحل المشكله. وهنا ما بنرشش بقى، بنعمل طريقه دباغه الاول وبعد كده بنبتدي نرش. شوف الجلد طري ازاي وياخد ويدي. خلينا متفقين ان احنا اي فكره او اي حاجه بنوصل لها بذيعها لكل الناس عشان كل الناس تستفيد. وزي ما قلنا، مش معنى ان انا بعرض ده يعني انت تجيني، لا، ده علشان انت تستفيد وتعرف برضو ان حاجتك ممكن تتعمل قبل ما تتطور وتوصل للمرحلة السيئة الأخيرة. هي الحياة برضو بالنسبة للحاجات دي مراحل. أول ما يحصل منك حاجة بسيطة زي كده، تفهم إنها ممكن تتعالج في البداية قبل ما تبوظ بقية الأرمرست. طيب، خليني اقول لك ان ده في الجلد ده، بس في جلد الكراسي، في جلد الكنبه، في اي جلد، في جلد الطاره برضو. ومشقق بسيط كده ينفع يتعمل، ينفع يتعمل طبعا. هنا حته التطهير بالتنر ده او الكوليفورم يعني، اللي هو يديك، بص ده كاركتر تاني ازاي، عشان تطهير. علشان احنا لما ندهن البوهيه زي ما انت شايف، هناخد البويه دلوقتي هنبتدي نملس ندهن. الدهان اللي هو التمليس ده اسمه الدباغه. ده طريقه الدباغه، لان الجلد بعد ما بنشيل من عليه البويه بيعمل حاجه زي الفرو. الفرو ده مش هينام الا بالطريقه اللي انا بعملها ديت، ونسيبه ينشف. وبعد ما ينشف طبعا احنا الاول بنحط كده زي ما انتم شايفين. تمام. بعد كده بقى عايزين عشان ما يبقاش فيه تجزيع، لازم نحط تنر او الكوليفورم ونمشي بايدينا بحيث انه يبقى ازاز، لانه ما ينفعش هنا يدهن بفرشة هيجزع، يدهن باي حاجة تانية هيجزع، يترش مش هيعمل اللي انا عايزه، مش هيعمل الدباغة، هيقشر. فهنا وهيبقى بفار وخشن. لكن احنا هنا بنرجعك زي الاوريجينال، ودي الطريقه بتاعته علشان كل الناس تستفيد. طبعا تحياتي لكل الناس اللي موجودين عندنا واللي بيشرفونا وينورونا على كل الفيديوهات او كل الشغل اللي بنعمله. وبتشجيعاتكم وبكلامكم الجميل احنا بناخد خطوه للامام وبنخلص الكلام زي ما انتم شايفين كده. بنعمل كل حاجه. هنا بقى بنعمل الحبايه. تمام. بعد ما جزعنا هنا الحبايه دي بقى طرطشه الاول، بنعمل حبايه علشان تطلع نفس الجلد الاوريجينال بالظبط. تعالوا بقى نشوف مع بعض كده. احنا بعد ما بنعمل ده هنبتدي ناخد سنة صنفرة بسيطة كده. تمام. وبعد سنة الصنفرة البسيطة دي نبتدي بقى ناخد اللون بتاعنا النهائي. طبعا كل ده مع المراحل، انه ينشف ويشد وينشف ويشد وهكذا. طبعا كل حاجة ليها هنا طريقة. وتعالى الجلد بياخد ويد زي ما انت شايف اهو. تمام. وكل حاجة على وضعها. تعالوا بقى نشوف في الاخر. احنا بصوا هنا مكان تشقيق، كان في تشقيق طبعا. وبرده حد يقول لي احنا لما نعمل طريقه الرشه او بتاعك ده ما يطقطقش، ما يبصي، ما يطلعش، لما فيش الكلام ده. انا بعمله لك زي الاوريجينال بالظبط. وكده بوريك طريقه الدباغه مش طريقه الرش. رش هيقشر، تكبس بويا هيقشر. بعد كده احنا بناخد اللون الفابريكا الاوريجينال بقى، اللي هو يدينا لون الشركه اللي بيرجع على وضعه. خليك معايا للنهايه وانت تشوف ازاي هنكمل الحكايه عشان كل الناس تستفيد. وكل سنة وانتم طيبين. ايامكم مباركة وجميلة، وبأمر من الله كل حاجة بترجع زي الفل وعلى اعلى جودة. وزي ما قلنا، خليك مع عبد الحميد ده يرجع لك القديم جديد. ومع عبد الحميد مفيش مستحيل واي حاجة ليها تعديل. كل حاجة ليها حل ان شاء الله. مفيش حاجة ملهاش حل. الصبر طيب، ولازم الاتقان في العمل وطولة البال علشان توصل للمرحلة الجميلة. زي ما انتم شايفين كده رجع على لونه الاوريجينال، وكل حاجة رجعت زي الفل، والخياطة القديمة والاوريجينال وكل حاجة في وضعها. وطبعا زي ما اتفقنا ان احنا بنوريكم الشغل الجميل ده. مستنيين رايكم وتعليقاتكم. تستنونا طبعا في فيديو جديد وفكره جديده وحل مشكله جديده، وتقولوا لنا رايكم اللي جاي احسن واقوى. وان شاء الله كل يوم عندنا الجديد. تحياتي لكل الناس الموجودين معانا وبيشرفونا وبينورونا كل مره. الجلد ما شاء الله بالتجزيع الاوريجينال اهو، كل حاجه تبع الجلد طبيعي. والى اللقاء.